السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع شركة هوجن فلامينجو 150 سي 4 اي الموتوسيكل الستريت في المسطرة. الموتوسيكل ده بيتميز بعدة مميزات وسعر فوق الممتاز. النهاردة هنتعرف على كل حاجة بالتفصيل وواحدة واحدة مع بعض. كوباية الشاي بتاعتك أو القهوة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مع بعض بالموتور، لأن النهاردة فعلا هتتفاجئ باللي هتسمعه. أول حاجة المميزات في الموتور: موتور قوي 150 سي سي، الراس الكبيرة. ولما نقول الحراشيف الكتير ديت والكبيرة، بنقول تبريد أعلى من الصغيرة بنسبة 30%. اسطوانة واحدة بستم واحد، ضغط عالي أو كبس عالي، بنزين 92، ده أفضل حاجة ليه. يعني مش حامي على البستم، لا ما تقلقش، ده الطبيعي والهندسي ليه. 80 يمشي مفيش فيها مشكلة، ولكن 92 ده أفضل. طيب، بيتميز كمان بأن هو اتنين صباب على سياخ مش كتينة، يعني سهولة التعامل والصيانة وقطع الغيار المتوفرة في أي مكان. اتنين بوجيه ولكن واحد احتياطي لواحد، يعني فتحة واحد بوجيه بس اللي شغالة. حقن الوقود كربراتير. اتنين حدافة، وده بقى من ضمن برضو المميزات ان هي حدافة أساسية اللي فيها دورة تشغيل، وحدافة الاتزان اللي هي البالانس تيب، أو حدافة امتصاص الذبذبة والاهتزازات مع السرعات العالية، يعني هتمشي براحتك. التشغيل بتاعه مارش زائد منافلة. مارش لسهولة استخدام المنافلة، لو حصل أي مشكلة ميكانيكية أو كهربية في المارش، بطارية نامت، حاجة في الضفيرة، بتدور منافلة. مستوى من الزيت 1 لتر زيت. ده تقريبا كده كل شيء عن المحرك. التبريد بتاعه طبعا تبريد هواء، مفيش أي وسائل تانية للتبريد، ولكن ده برضه زي ما قلنا قبل كده مش عيب فيه. عندي بعد كده هنخش على الشاسيه. شاسيه ممتاز وقوي لحماته فوق الممتازة. شاسيه تيبيكال القديم زي ما حضرتك شايف. الكاوتش اللي قدام بتاع هوجن الاصلي اللي هو مقاس 18 الجنوط، ولكن هنا برضو الجنوط هتتميز بعدد البرمق، مش زي القديمة اللي هي 3 و3، لا، ده هنا 6 برمق دبل، يعني حمل وشيل واجري براحتك. آلة الجر 15/38، سرعة وشغل على الطريق ملوش حل. عندي بيتميز كمان بالشبكة الخلفية والسلم والاكسدام الأمامي، حماية للسائق وللموتوسيكل لو لا قدر الله الموتوسيكل هو على جنبه. وفي نفس الوقت برضه ميزة التانك الكبير، 15 لتر بنزين، وفيه عوامة بنزين موضحة في العداد اللي هو ديجيتال كامل. وفي نفس الوقت في حنفية بنزين 3 مستويات، عادة واحتياطي، والاحتياطي معاك لتر ونص. اللتر هيمشيك من 40 ل45 كيلو، أو من 35 ل45 كيلو الأدق يعني. فالموتوسيكل كويس جدا جدا، وجاي كمان بفرامل باكم أمامي وعادة خلفي لسهولة الصيانة وتوافر قطع الغيار. 2 مساعد أمامي، 2 مساعد خلفي، ومعروف مساعد الهوجن جامبو عاملة ازاي. 5 غيار ساقية مفتوحة. ده تقريبا كده كل شيء عن الموتوسيكل، المواصفات الفنية والهندسية. في عندي بقى حاجات المواصفات التانية اللي انت محتاجها، اللي هي زي الطول 210 سنتي، الارتفاع 85 سنتي، العرض 90 سنتي من الصفر للصفر، ارتفاعه عن الأرض 18 سنتي، ارتفاع كويس جدا، يعني في المطبات هيبقى معاك مريح جدا جدا جدا، وفي السرعة وفي المشي في كل حاجة تحمل عليه براحتك. طول المقعد 1 متر و5 سنتي، وكمان شكله ستريت، يعني حاجة ممتازة، ممكن تشيل 2 و3 و4. طب الحمولة القصوى أصلا عليه كام؟ 150 كيلو. تمام. فموتوسيكل ما شاء الله. سعره كام النهاردة؟ أنا ممكن أجيب لك الموتوسيكل ده زي ما حضرتك شايف متقفل كده بحاله 23. طب من غير تقفيل ممكن نتكلم مع الراجل ب 22 و500. ده راجل معرض، يعتبر حاجة فوق الأوبشن. تمام. طبعا ده كده اغلب المواصفات اللي انت عايزها. طريقة التواصل زي ما حضرتك عارف، عايز اي حاجة، اي سؤال، اي استفسار، تحت في التعليقات. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.